فين يا بنات؟ بصوا ده بعد ما البان الحصى حطينا ولعنا فيه النار. بصوا شكله بقى عامل ازاي. بصوا معايا، بصوا كده، شايفين؟ بصوا بقى رمادي ازاي، شايفين اهو. وده عندي الكحل، بصوا معايا، بسم الله ما شاء الله، عمل معايا كميه. بصوا قد ايه، شايفين؟ بصوا معايا، بصوا شايفين؟ استنوا اقرب لكم الورقه دي بس شويه. بصوا معايا اهو، شايفين؟ شايفين الكحل قد ايه؟ بصوا اهو، ده كله كحل اهو، شايفينه؟ يا رب يكون واضح معاكم. بصوا اهو، شايفين؟ بصوا معايا يا بنات، بصوا معايا الكحل قد ايه اهو. بصوا معايا اهو اهو، شايفين؟ ما عملتش غير لبانه واحده بس. شايفين الطريقه سهله ازاي اهو؟ شايفين؟ طريقه سهله وبسيطه اصلا ومش مكلفه، وبتعمل معاكي كميات كبيره اصلا، ولا ان انتي تشتري الحاجه من بره غاليه. احنا عاملين القنوات دي عشان نخلي الناس تشوف بس اللي احنا بنعمله، يعني حاجة اقتصادية وبسيطة، وبنحب نشارك الناس الحاجات اللي احنا بنعملها لما تكون بسيطة ومش مكلفة، وبتغنيك ان انت تشتري من بره الحاجة غالية اهو. بصوا شايفين؟ والطبق بصوا نضيف ازاي. مش تقولي الطبق باظ ومش عارفة ايه، لا بصوا شايفين معايا؟ بصوا معايا الكمية، شايفين الكمية قد ايه اهي؟ شايفين؟ شايفين؟ كل كحل ممكن فيكي سنة بحالها اهو، شايفينه؟ انا بس هعمل ايه دلوقتي؟ شايفين؟ انا عندي الالوان، شايفين ده؟ والازاز دي انا بجيبها ب20 جنيه يعني بصوا، يعني شغل استغلال، استغلال رسمي. بقى هضيق الورقة دي قوي على قد ما بحاول انزل هنا كده اهو. بصوا احاول انزل فيها كده اهو اهو. هنزلهم كلهم، واللي هينزل في الطبق ما تقلقيش اهو. شايفين اهو؟ انا بدوس على الورقه ليه كده؟ عشان بخليه بودر. شايفين اهو عمل معايا ازاي؟ بصوا اهو، شايفين اهو؟ ما تقلقيش، كله برضه هينزل في الطبق تاني اهو. بصوا هنزل، هرجع احطه تاني في الورقه دي اللي انتوا شايفينها اهو، وهرجع اجيب الطبق تاني برضو عشان حاجه تنزل في الارض تعكلي الدنيا، وغير كده خساره بقى ما يجيش تعبي فيهم مع اني ما تعبتش فيهم بصراحه، خساره برضو اهو. شايفين؟ هرجع تاني الفاضلين دول، خلاص اخر حاجه بس فاضله معايا اهو. وهتنتقل اهي اهو، شايفين؟ كمان دول فاضلين ورا برضو، مش هرمي حاجه انا بصراحه اهو كده اهو. شفتوا معايا؟ بس كده اهو. بصوا انا اتعكيت ازاي، بس مش مشكله، كل يهون بقى. بصوا معايا انا بقفلها وهرجها كويس تمام. بصوا معايا اهو، بصوا معايا يا بنات، بصوا شايفين اهو؟
شايفين جماله ولونه؟ يعني بصوا شايفين السواد اللي فيه اهو، جميل قوي وطريقة بسيطة وما كلفتنيش حاجة بصراحة اهو. بصوا معايا اهو، انا عكيت لكم الدنيا عشان خاطركم بقى. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك والشير وتفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك من عندي كل جديد. ايوه هنا حصري عند مكان مول. بصوا ما عملناش كل البان اهو، ما عملناش غير حبه واحده بس. شايفين؟ ومليت الازازه دي وشايفين السواد بتاعه اهو بقى. يلا بقى شايفين؟ شايفين السواد بتاعه؟ وبصوا ما بيطلعش بسرعه ازاي. شايفين؟ بصوا معايا شايفين السواد؟ يعني انا ربنا يعيني لحد ما اغسله واطلعه بقى من ايدي. بصوا شايفين بيفضل ازاي اهو. وعبينا الازازه دي بحبايه واحده من دول. شايفين؟ ادي بس عكيت لكم الدنيا بقى. يا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبك الفيديو بالله عليكم حط اللايك. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل سنة وانتم طيبين وتنعاد عليكم بخير وربنا يزيح عننا الغمة دي يا رب، ويكون رمضان كده وشه حلو علينا ويشيل عنا البلاء يا رب. النهاردة انا هعمل لكم حاجة مختلفة وجديدة وممكن تكون اول مرة على اليوتيوب. بصراحة ما عملتش بحث بس ما شفتش الطريقة دي حد عملها قبل كده. النهاردة هنعمل والله ما تستغربش. بصي معايا انا ايه، حصل بان او لبان دكر كده بنقول عليه بالمصري، او حصل بان بيقولوا عليه بره. ده هعمل منه حاجة ما ممكن ما تتوقعهاش يعني. بصراحة انا هعمل منه الكحل البودر، عارفينه كحل العين. انا هعمل منه كحل النهاردة والله ما تستغربيش. انا بعمل منه كحل على طول، وقلت اما بقى اعمله معاكم. يمكن في ناس ما تعرفش الطريقة دي بس طريقة سهلة وبسيطة. احنا بنجيب علبة الكحل من محلات التجميل غالية قوي، لكن تخيلي ان انت هتعملي كمية قد ايه من حصل بان ده او لبان البقر ده. هتعملي منه كمية كتيرة قوي مش هتصدقي. هنعمل كمية قد ايه من حبة اللبان اللي انت شايفاه ده قدامك اهو. شايفاهم؟ انا كنت جايبه ب5 جنيه وعملت اغلبهم ودول فاضلين معايا. قلت لما اعملهم واوريكم الطريقه دي ازاي. بصي الطريقه سهله قوي مش هتتعبك. بصي اكيد كلنا عندنا مكعبات في البيت، مكعبات اولادنا طبعا. شايفين المكعبات دي اهي؟ بصوا اهي، شايفين؟ انا جبت 3 مكعبات من ابني. ايوه والله ده الحمد لله مش موجود. هو لو شافهم ما اقولكمش كان عمل ايه. بس انا اخدتهم منه اهو. بصوا معانا 3 مكعبات اهم زي ما انتوا شايفينهم. تمام. هجيب طبق زي كده اهو، اكيد عندنا اطباق كتير. وهناخد الطبق. بصوا معايا انا هعمل له ايه. شايفين ده الطبق؟ تمام. لازم تعلي الطبق كده. تمام اهو. هنجيب حاجه تعلي الطبق، اي حاجه مش لازم المكعبات دي. لكن انا عشان ايه موجوده في شقه فما عنديش حد يجيب لي رفعات كده طوب ولا زلط، اي حاجه ارفع بيها الطبق. اي حاجه موجوده في البيت، غطيان ازايز بيبس كوكولا، اي حاجه ترفعي بيها الطبق. تمام. هناخد بس كده واحده من دول. تمام. هنحطها هنا كده. شايفين؟ هنحطها في النص كده. هجيب بقى كبريتة اهي. تمام. بسم الله. ولازم اهم حاجه تقفلي المكان اللي انت هتعملي فيه يكون مكان ضيق وما يدخلهوش هوا كتير. عشان ايه؟ بسم الله كده. شايفين؟ انا هولع في البان ده. والله هولع فيه. بصوا معايا هو هيولع دلوقتي اهو. بصوا معايا ثواني بس كده عشان ايه. ثواني بس، ممكن ما تولعش من اول، لو ولعها هيكون افضل طبعا.
ايه، يعني انا مش اول مرة بعمله بصراحة، بعمله على طول اهو. شايفين معايا؟ هيولع دلوقتي، بصوا معايا، شايفين؟ يا مسهل. ولعي كفاية يا شيخ. ثواني. بص بص، اصبروا بقى، ما تيأسوش بسرعة، هي بتولع في النهاية يعني، ما تقلقيش. بصوا شايفين؟ كده ولعت خلاص تمام، شايفين كويس؟ هناخد بس الطبق كده اهو، بس اتاكد. شايفين اللي طالع ده؟ هو ده الكحل. بصوا انا هحط الطبق كده اهو زي ما انتوا شايفين. شايفين انا حطيت الطبق اهو، شايفين معايا؟ بس اقرب لكم التليفون شويه كمان. بصوا انا دلوقتي مولعه، بصوا شايفين؟ هرفع لكم الطبق، بصوا معايا، بصوا بصوا معايا، بصوا معايا الكحل اهو، هو ده اللي انا بتكلم عليه، ده الكحل اهو. شايفين؟ شفتوها مولعه ازاي اهو اهو. بصوا هحاول اشيل واحده بس، عشان ايه؟ مش عايزه الهبو بتاع الكحل يطلع كتير. شايفين معايا؟ شايفين؟ هو ده الكحل، احنا مش هنحاول نطلعه كتير اهو، ده شايفينه معانا. انا هشيل واحده تاني كمان من دول، مش عايزه كحل كتير يطلع من الطبق اهو، بس كده. ادي الكحل اللي احنا بنشتريه غالي، و مثلا بتشتريها ب20 جنيه، على حسب كل مكان في الاسعار على فكره يعني عامه. لكن انا بعمله ومش بشتريه. ليه اشتريه وانا ممكن اعمله بطريقه سهله؟ وبيبقى ما اقولكمش والله سواد رهيب بتاع الكحل ده، جميل قوي ومش مؤذي خالص، بالعكس ده جميل قوي وبيثبت وبيقعد فتره طويله في العين، مش زي اللي كان زمان بقى. كانت امهاتنا بقى الله يرحمها كانت تعمل ايه؟ كانت تجيب القطن. كان زمان لما مصر كانت بتزرع القطن كتير، كانوا يجيبوا القطن ويبرموه كده ويحطوه في الزيت وبعدين يعملوه تمام. لكن دلوقتي حاليا مصر مش بتزرع قطن كتير، فطبعا زراعة القطن قلت عندنا، فاضطرينا ان احنا نتجه لاتجاه تاني باستخدام لبان الحصى ده اهو. بره اسمه لبان حصى، او عندنا في مصر بنقول لبان دكر ايوه والله. فاعملي منه الكحل وجربيه، مش هتندمي. 5 جنيه لا راحت ولا جت، وجربيه وشوفي النتيجة هتكون ازاي معاكي. نتيجة حلوة قوي ومرضية وهتعجبك، بجد بجد هتعجبك يعني، ما اقولكمش طريقة سهلة وبسيطة. شايفين معايا؟ بصوا ده الكحل اهو، شايفينه؟ ده كله كحل. انا اهو هحطه تاني، شايفين؟ شفتوا معايا؟ انا مش هقفل الفيديو، هفضل معاكم لحد ما تخلص عشان تشوفوه عامل ازاي. شايفين؟ بصوا معايا لما قلب، شايفين اهو اهو. بصوا اهو ده الكحل اللي احنا بنعمله، طريقه سهله قوي وبسيطه، وبصي ما خدتش وقت. يعني ممكن انا اعمل كميه كبيره قوي قد ازازتين كده كحل ومش هاخد وقت وانا واقفه، يعني بعملهم هما ما كملوش 7 دقايق بالظبط يعني طريقه سهله، وعلى ما اظن ان هي حصري عندي مكاني مول. واستنوني بقى لما هنخلص خالص الفيديو وهنشوف الكحل معانا عامل ازاي. ولو لقيتهم قليلين هاخد من دول تاني وهولع برضو واعمله تاني. يلا بقى استنوني لما اخلص بقى الكمية دي وهوريكم الشكل النهائي للكحل في الطبق. انا مش هنزله غير لما بصي بعد ما بنعمله بجيب ورقة كده وبجيب فرشة او ريشة، اي حاجة عندك تنزلي بيها الكحل ده على ورقة، وبعدين تعبيه في علب الكحل بتاعتك الخاصة بالكحل اللي معاكي تمام.
يلا بقى استنوني لحد ما اخلص خالص وبعدين اوريك. شايفين ده كله كحل، ولازم اوطي الطبق شويه عشان ايه؟ مش عايزه الكحل ده كله يطلع بره، خساره. تمام، يلا بقى استنوني وهنشوف هنعمل ايه في الاخر. بصوا معانا، شايفين الكحل عامل ازاي اهو؟ شايفين انا جايبه لكم ازاي من تحت طبق؟ شايفين من تحت الطبق الكحل عامل ازاي؟ والبان الحصى مولع ازاي في النار، وكله ده كحل طالع برضو اهو. شايفين اهو؟ يعني انا وطيت الطبق قوي، شلت المكعبات دي بصراحة، وحطيت حاجة تانية. عايزة حاجة واطية ممكن معلقة خشب عندك وترفعي بيها الطبق، بس على قد ما تقدري ان انت توطي الطبق اهو. زي ما انتوا شايفين انا مولعه النار فيه، والنار ولعه ازاي في البان الحصى. تخلص النار دي بقى، اللبانه دي تخلص خالص، وبعد كده هوريكم نعبيه ازاي.